بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض كده شوية محشي كده اهوت بخلطة سهلة جدا وبسيطة بس طعمها رهيب. حبيت بقى اشارك معاكم النهارده فطارنا كده اهوت، كان تالت يوم رمضان. بجد كده اهوت يعني ايه خلطة سهلة وسريعة كده لو انت حابة تعملي محشي وخايفة كده ياخد معاكي وقت ولا مجهود. هقولك تعملي ايه عشان تعملي المحشي ده كده بسرعة الصاروخ. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا كده على طول نبدا. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده معايا حله فاضيه كده وضربت فيها كده شفشقين من الطماطم وهسيبهم كده يتسبكوا من غير اي حاجه. ومعايا بقى الخضره، حزمتين من الكزبره وحزمتين من البقدونس وحزمه شبت. امسكهم كده الاول انضفهم كده كويس واغسلهم وبعد كده اخرطهم. طبعا كل ما تكتري في الخضره كده بتدي طعم حلو جدا وبيبقى صحي كمان اكتر. ان الطماطم معايا خلاص بصوا يعني ايه بتغلي كده وقربت تتسبك، انا عايزاها تبقى تنشف كل الميه اللي فيها دي. عشان اسهل على نفسي كمان انا كنت مفرزه الكرنب ده، كنت عاملاه على قناتي القديمه. ان شاء الله على القناه انا اهوت باذن الله كده هبقى افرز معاكم بجد والله. من السنه اللي فاتت وانا مفرزاه، دول كان اخر طبقين. إيه يبقى كنت بعمل منه في الصيف وكنت بعمل منه الشتاء ده كله. انا ما اشتريتش ولا كرنبايه واحده إيه من بره، وطعمه في الاكل زيه زي اللي لسه جايباه كده طازه وعاملاه. ان شاء الله بعد بقى رمضان ما يخلص كده هوت نبقى نفرز مع بعض كده شويه كرنب بالطريقه اللي انا عملتها دي. بجد يعني عايزه اقول لكم كل اللي يجي عندي واقول له ان ده متفرز ما يصدقش، وكله عايز يعمل نفس الطريقه لان بجد بتريح جدا. بصوا مجرد ما انا بس حطيت الطماطم تتسبك وحضرت شويه الخضره، خلاص كده احضر البصلايه يعني واغسل الرز. كده انا اعتبر المحشي بتاعي خلص. خلاص بص انا غسلت هنا حوالي كده كيلو ونص كده من الرز، وضربت كده بصلتين كده متوسطين في الكبه. هقول لكم كمان الكرنب لما بطلعه من لو انا مستعجله بحطه كده يعني بحطه في ميه دافيه، يا اما مثلا ميه من السخان او اسخن ميه في الغلايه بس اخليها متوسطه كده واحطه فيها عبال ما بحضر الخلطه والحاجات بتاعتي دي بيكون الكرنب فك. نزلت بقى بالطماطم زي ما انتم شايفينها نشفت خالص، ما بقاش فيها اي ميه خالص. والبصل ني زي ما انتم شفتوا، جربوا كده البصل الني بيبقى طعمه جميل. والخضره كنت غسلتها وصفيتها وحطيت مكعب مرق الدجاج، البهارات بقى وحطيت شويه كده من الصلصه كده اللي هي شويه كزبره وشويه شطه، وحطيت شويه كمون. الكمون بيبقى حلو قوي في محشي الكرنب بالذات. واحط بقى كده رشه كده من النعناع الناشف، وحطيت ملح وزيت وسمنه. ولو انت عندك اي بهارات بتحبي تحطيها، حطيت برضو السبع بهارات. اي بهارات انت بتحبي تحطيها حطيها، بيبقى فيه برضو بهارات محشي بتبقى جاهزه برضو، لو حطيتي منها برضو هتديكي طعم حلو. هقلب بقى كده كويس. طبعا ايه الحاجه اللي معايا ضيقه شويه، هقلب كده واحده واحده لحد ما اشوف كده لقيته محتاج. حطيت بقى بصراحه ايه معلقتين صلصه تاني من العلب، بدأت اقلبهم بالشكل ده كده. وهظبطي بقى الملح بتاعك وخلاص بقى كده يعتبر خلطة المحشي بتاعتنا جاهزة. عايزة اقول لكم بجد خفيفة جدا واحلى من اللي بتتسبك لها بقى بصل وكده اهو. خلاص بصوا بقى معايا الكرنب ببقى شايلة حتى من تحت كده ورق اخضر عشان احطه في قاع الحلة. بيبقى بجد يعني بينجز، بيبقى سهل قوي يعني اسهل ما انتي بتطبخي حتى اكل كده على البوتاجاز اي صنف طبيخ ولا حاجة. ببقى عاملاه بقى بصوا عامل ازاي، ببقى عاملاه كده شرايط كده طويلة. انا بحب اعمله كده هوت، حتى لو انا هحشي في وقت ساعتها بحب اعمله شرايط كده اهو. افك كده هوت الشريط وابدا الف بالمنظر ده واقطع الف واقطع، ما بياخدش معايا وقت خالص. بصوا عامل ازاي. طبعا انت هتقطعيه بقى زي ما انت حابه الصبع بتاعه. باذن الله هنعمله مع بعض وهنفرزه مع بعض يعني ايه حاجات كتير. بس اليومين دول بصراحه ما كنتش قادره ان انا افرز حاجه، فقلت بقى بعد رمضان باذن الله نبقى نفرز مع بعض حاجات كتير. هلف بقى كده هوت ايه الحله دي وابدا اولع عليها، ولو فاضل حاجه تانية بقى هعملهم في حله تانية. الخلطة دي تقدري تعمليها بقى اي محشي. بس انا بحب بالذات في الممبار، كنت عامله معاكم الممبار قبل كده ونزلته، كنت عاملاها الضاني. بتختلف شويه معايا في خلطه الممبار ان انا بحب احمر البصله واسبك الطماطم في البصله. برضو بحب اسيب ورقتين خضر كده اهوت، بحب كده اهوت الكرنب اللي هو ورقه اخضر، بحب كده اسيب كام ورقه كده بيبقى طعمه حلو. هخلص بقى انا كده اهوت ايه الحله دي كده، وبعد كده نشوفوا بقى هنعمل ايه.
المهم بقى انا بصوا ايه، خلصت كده اول صف كده، هروح بقى ايه اقعد على الترابيزه كده اهوت واكمل. كملت الحله كده، بسيبها ناقصه كده شويه عشان لما تستوى. وحبيت هنا طبعا الرز فضل معايا زياده، حبيت كده اعمل قرنين فلفل كوبي، بيدي ريحه كده ليه وهو بيستوي على النار. هنا بقى كان عندي شوربه فراخ كده، هبدا ازودها كده اهوت. طبعا بتظبطي ملح الشوربه، وهزودها ده كده اهوت، اخلي الشوربه فوق المحشي كده بعقله واحده اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت، عشان ما يبقاش معانا طري كده ومعجن. ممكن نحط له كده شرايح طماطم كده اهوت من على الوش، بيبقى حلو جدا. برضو في ناس بيحبوا يحطوا من تحت بيبقى شرايح طماطم وبصل، برضو بيديله طعم وريحه. بس انا يعني استكفيت بالورقه الخضراء اللي حطيتها من تحت. خلاص بقى كده هغطش عليه الاول كده، بسيبه على نار عاليه، وبعد كده بهدي النار شويه لحد ما يتشرب كده، بوطي عليه النار على الاخر. بقيت الرز بقى حشيت كده هوت الحله اللي هي كان فيها الصلصه، اخدت كده نصها، ومعايا برضو كده كام قرن فلفل هحشيهم كده واحطهم برضو عليه. جربي الخلطة دي بجد هتعجبك، لو حشيتي بها ورق عنب او كرنب او كوسة وبتنجان والخضار كده، بتبقى حلوة جدا. هسيب لكم لينك ان شاء الله بتاع الخلطة بتاعت الممبار، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. خلاص بقى انا هكمل ايه كله بالشكل ده، وهحط بقى دي كده في التلاجة مش هسوي. دي بقى ممكن اسويها تاني يوم او حاجة. هنا لقيت الحلة كده بتطلع كده بخار، رحت مغطيها بغطا حلة تاني. هنا بقى هبدأ كده احمر بقى الفرخة اللي خدت شوربتها المحشي. وكده كان الفطار بتاعنا. بجد والله يعني ايه، ما خد معايا وقت خالص، عشان خاطر الورق كان متفرز. وطريقة التسبيكة دي ما بتاخدش وقت خالص، يعني عبال ما الطماطم بتتسبك معانا بنبقى حضرنا شوية الخضار وخلاص على كده خلص. بصوا بقى مفيش حاجة لازقة معايا تحت ولا حاجة. اللي تحت دوت الورقة الخضراء هي اللي عاملة اللون ده. بصوا بجد عايزه اقول لكم بقى ريحته وطعمه كان تحفه. بحط له بقى كده معلقه سمنه كده بلدي كده هو، بتديله طعم جميل. تالي هو المحشي بيتكلم عن نفسه. بصوا الصبع بصبعه، مفيش صبع فاكك ولا اي حاجه. وريحته بقى مش قادره اوصفها لكم. ان شاء الله لو جربتوه بالطريقه دي هتستسهلوها، وفي نفس الوقت هتلاقوا النتيجه طعمها كده خطير. يا ريت بقى ما تنسيش تكتبي لي كده تعليق حلو منك، لان بجد ببقى مستنيه تعليقاتكم. ولو الفيديو بقى ده عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، وما تنسوش بقى كده لو ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.